رجاء. احفظ الله يحفظك. ثم قال عليه الصلاة والسلام مكررا الأمر بحفظ الله تعالى، قال احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده ناصرك وتجده عونا لك، فهو المتكأ الذي تتكئ عليه، وهو الدرع الذي تتحصن به، وهو العماد الذي تتوكأ عليه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من يتق الله يكن الله تعالى معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يغفل. وبحفظ الله تعالى تتحقق المعية الخاصة. الله سبحانه وتعالى مع الخلق جميعا بوجوده، بسمعه، ببصره، بإحاطته جل وعلا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. لكن هناك فئة من عباد الله تعالى معية الله لهم معية خاصة. هذه رتبة من الرتب لا ينالها الإنسان إلا بدوام حفظ الله تعالى. هذه المعية الخاصة مقتضاها الحفظ والصيانة والرعاية والغيرة. يغار الله عز وجل على قلبك فلا يصرفه إلى غيره. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ويغار الله تعالى على دينك فلا ينزل بك إلى الرتب، وإنما يجعلك دوما في الرتب العلية. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أصيب في مقتل حين وقع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضعف، عن جهل سمه إن شئت، وقعوا في ما يقوله أهل الإفك. وكان من هؤلاء رجل هو من قرابة أبي بكر، وأبو بكر هو الذي يتعهد بالإنفاق عليه، واسمه مصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تلقف هذه الكلمة من قول أهل الإفك، ثم أخذ يقول بما يقول به أهل الإفك. فلما بلغ ذلك أبا بكر حلف أن يمسك النفقة عليه. أبو بكر رجل معطاء، الله تعالى أثنى عليه في كتابه فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب، وربنا جل وعلا من حفظه لأبي بكر أنه لا يريده أن ينزل عن هذه المرتبة حتى لو وقع لأبي بكر شيء من الضيم من بعض قرابته. لأن الإنفاق الحق أن تعطي من حرمك، والوصل الحق أن تصل من قطعك، وحسن الخلق أن تحسن إلى من لم يحسن إليك. وإلا فلو أحسنت لمن يحسن إليك لكان هذا على سبيل المكافأة وليس لك فيه فضل، وإنما هو جميل ورد جميل. فقال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بكى الشيخ أبو بكر وقال بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم أجرى نفقة مصطح. ما الذي جرنا إلى الحديث عن مصطح وأبي بكر؟ غيرة الله على خلص أوليائه أن ينزلوا في الرتب. احفظ الله يحفظه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك في أمر دينك وفي أمر دنياك. يراعيك بالمعية الخاصة التي مقتضاها في نحو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وهو يربط على أكتافه ويمسح على صدره ويطمئن قلبه، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى شراك نعله لرآنا، قال لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة يعصمنا بها عن الكفار، يعمي عنا، يصرف عنا، يشغلهم عنا. وهذه المعية هي معية الله لموسى حين خرج عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فتبعه فرعون بجيش يعرف أوله ولا يدرى عن آخره، جيش عرمرم طويل عريض. وموسى ومن معه من ضعفة بني إسرائيل ليس عندهم شيء كثير. فلما رأى قوم موسى الجيش ورأوا البحر قالوا إنا لمدركون. فقال موسى بثباته كلا إن معي ربي سيهدين. وهذه المعية هي معية الحفظ والصيانة والرعاية.
وليصل الإنسان إلى هذه المرتبة فلا بد أن يداوم على حفظ الله تبارك وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وللأمة من بعده، قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المحك الحقيقي أن يعبد الله سبحانه وتعالى في الرخاء، في ساعات الصفو، أن يقطع الإنسان بعض لذاذات الحياة التي يمارسها يوميا كالنوم، الأكل، الشرب، المجالس، القيل، القال، المجلس الوثير، المتكأ الهانئ، الصحبة، السفر، السمر، أن يقطع هذا ليأخذ حظه من العبادة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عبادة الشدة يحسنها كل أحد، حتى المشركون وهم مقيمون على شركهم كانوا إذا ادلهمت عليهم الأمور واشتد عليهم الخط لجأوا إلى الله تعالى. قال الله جل ثناؤه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والله تعالى يقول: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. عبادة الاضطرار يحسنها كل أحد، حتى فرعون الذي نازع الله تعالى في الربوبية ما كان منه عند الاضطرار ولما أدركه الغرق إلا أن قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. المحك أن تعبد الله تعالى في ساعات الصفو، أن تتعرف على الله في الرخاء، وأن تتخذ من ذلك رصيدا ليعرفك الله ولست بغائب عنه، ولكن ليعرفك معرفة المقابلة في حال الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه المعرفة الخاصة، ولا المعرفة العامة يمارسها كل أحد ويعرفها كل أحد. لذلك معاشر أهل الإسلام عندنا حد أدنى من العبادات ينبغي ألا ننقطع عنه. الصلوات الخمس هذه فريضة لا حديث فيها، لا كلام فيها ولا مزيد، ولكن ينبغي أن ينضاف إلى هذه الصلوات الخمس 12 ركعة أو 12 ركعة يؤديهما العبد في ليله ونهاره. من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة، وهي عبادات يسيرة لمن يسر الله له ذلك. كذلك من التعرف على الله في الرخاء أن يديم الإنسان سؤال الله تعالى. أنا لا أنتظر المرض حتى أسأل الله تعالى العافية، ولا أنتظر الفقر والجائحة حتى أسأل الله تعالى الغنى، ولا أنتظر فساد الأبناء حتى أسأله صلاح الأبناء، وإنما نسأل الله تبارك وتعالى دوما تلك الأسئلة والمطالب التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مما علم صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. تعرف على الله في الرخاء بسؤاله قائلا: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. تعرف إلى الله في الرخاء لا سيما بصيام النوافل. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له أو لا عدل له. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام لصحابي جاءه يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، ثم قال: يا رسول الله، سل الله تعالى أن يبلغني الشهادة. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن سأل الله له النصر والغنيمة، فرجع الرجل منتصرا وقد غنم، ثم قال: يا رسول الله، قد غنمت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على شيء؟ عليك بالصوم
فإنه لا عدل له. عبادة من أجل العبادات ومن أعظم العبادات. هل ينبغي أن نكون كسائر الناس لا نعرف هذه العبادة إلا في رمضان؟ لا، ينبغي أن يكون للإنسان نصيب آخر غير الفرض، فيصوم مثلا ما تيسر له من الاثنين والخميس، وإن تيسر له أن يصوم بعض الأيام البيض في بعض الشهور فليفعل، ومن استطاع أن يصوم أكثر المحرم فليفعل، ومن استطاع أن يصوم أكثر شعبان فليفعل، ولا يفوتنه من المحرم عاشوراء، ولا يفوته أن يصوم عرفة. المهم أن يكون للإنسان رصيد مما يصدق عليه قول عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا يونس بن متى لم يعرف الله تعالى فقط حينما أصبح في بطن الحوت في ظلمة الليل في ظلمة البحر، وإنما كان له رصيد سابق بشهادة الوحي. فلولا أنه كان من المسبحين. متى كان من المسبحين؟ في ساعات الصفو، في أوقات الرخاء، تعرف على الله في الرخاء فنفعه هذا الزاد في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفي المقابل فإن فرعون لم يكن له رصيد في أوقات الرخاء، فأراد أن يتعرف على الله في الشدة فلم تنفعه تلك المعرفة. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى لما جاء يحتضر بكى أبناؤه من حوله، فقال رحمه الله تعالى: أترون أن الله تعالى يضيع لأبيكم 40 سنة يختم فيها القرآن كل ليلة؟ بعض الناس استغرب كلام أبي بكر بن عياش وهو يقول: إني ختمت القرآن في هذه الزاوية 13,000 ختمة. لما العجب؟ تدرون لما العجب؟ لأننا في وقت تقاصرت فيه الهمم فقسنا القوم على أحوالنا اليوم، مع أننا لو قسنا الناس النابهين وأصحاب الهمم العالية والذين تعلقت قلوبهم بالآخرة ممن هم يعيشون معنا الآن في هذا الزمن، لرأينا أن من الناس من يصدق عليه مثل هذه الختمات. وحدثنا عن أحد المشايخ الشناقطة في المدينة أنه بقي سنوات طويلة تربو على 50 سنة يختم القرآن كل يوم. هذا سيأتي بأزيد مما جاء به أبو بكر بن عياش من عدد الختمات، لكن إذا كانت النفوس صغارا بقيت صغارا، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ومن تعرف على الله تعالى في الرخاء لا بد وأن يقابله الله تعالى بمعرفة خاصة في الشدة، فالرب تعالى شكور، جزاء من ربك عطاء حسابا. والله تعالى يتولى المؤمنين بالولاية والعناية والرعاية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مطلب خفي لتنكب سبيل المجرمين الذين لا يعرفون الله تعالى إلا في الشدة، كالكافرين أمثال المشركين من قريش الذين كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وأمثال فرعون. فينبغي لنا أن نخالف سبيلهم وأن نكون ممن يعرف الله في كل الأحوال. صحيح أن حالة العبادة تزداد في الشدة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لكن لا يعني هذا أنه لم يكن له رصيد في حالات الصفو. قال عليه الصلاة والسلام في منثور وصاياه العظام، قال: إذا سألت فاسأل الله. يا غلام، يا ابن عباس، خذ هذه الوصية وضفها إلى ما سبقها من الوصايا: إذا سألت فاسأل الله. ألم أقل لكم إن مفردة احفظ الله يحفظك أول ما تتوجه إلى التوحيد؟ ها هو ذا النص في وسطه يعيدنا مرة أخرى إلى التوحيد. نحن نبدأ بالتوحيد ونتوسط بالتوحيد ولا نختم إلا بالتوحيد، لأن التوحيد هو الشعار والدثار الذي ندور في فلكه ولا نمل من تكراره. إذا سألت فاسأل الله.
توجه بالمسألة إلى الله، سمه إذا شئت توحيد المسألة. لا ينبغي أن يسأل إلا الله تبارك وتعالى، كما أنه لا ينبغي أن يعبد إلا الله جل وعلا. الله تعالى يقول: واسألوا الله من فضله. سلوا الله، فإن الله يحب أن يسأل، والله يغضب على من لا يسأله. لذلك الإمام أحمد كان من أدعيته رحمه الله تعالى أنه يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. وبايع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعوا الكف على الكف وهم يأخذون العهد ألا يسألوا الناس شيئا. وبلغ من إجلالهم لهذا العهد أن أحدهم كان يسقط صوته من على دابته ومع ذلك لا يسأل أحدا أن يناوله إياه، صيانة لما بايع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مبالغة في توحيد المسألة، لا يسأل إلا الله جل وعلا. إذن في التوسل لا نسأل إلا الله ولا نتوجه إلا إليه سبحانه وتعالى. ومن أدعية العبد الصالح يحيى بن معاذ قال: يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من قد سألك. الله يحب أن يسأل. إذا سألت فاسأل الله، يعني كأنك تقرر معنى من معاني لا إله إلا الله حين تقول لا يسأل إلا الله. إذا سألت فاسأل الله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولا بد لنا أن نسأل. لذلك صدر الحديث يقول: وإذا سألت فاسأل الله. وهذه ليست حالة عارضة، بل لا بد لنا وأن نسأل، لأننا بحاجة إلى الله تعالى في شؤوننا كلها. نحن في حالة السؤال نتوجه بلون آخر من ألوان التوحيد، وهو لون الافتقار، وتوحيد الله عز وجل بهذا الافتقار والتوجه إليه سبحانه وتعالى بإظهار الذلة والمسكنة والحاجة، التي من ضمنها إعلان أن كمال الغنى له سبحانه وتعالى، وتمام التوجه إليه جل وعلا، وكل المعتمد عليه سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. وسؤال الله لا يكون فقط في الأمور الكبار كما يظن البعض، لا، سل الله تعالى النقير والقطمير والكبير والصغير والظاهر والباطن، وسل الله تعالى حوائج الدنيا والآخرة، وسله لك ولوالديك ولولدك وزوجك وجيرانك، وسله للمسلمين والمسلمات، وإن شئت فسله أيضا حتى للكافرين. ألم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى للكافرين؟ لقد دعا صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فأسلمت، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأتني بهم مسلمين، فجاءوا مسلمين. وهكذا فينبغي للإنسان أن يديم المسألة، وبقدر افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى بإدامة المسألة يكون غناه بالله جل وعلا. قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لون آخر أيضا من ألوان التوجه له سبحانه وتعالى، وإن شئت فقل لون من ألوان التوحيد، وهو توحيد الاستعانة. الاستعانة لا تكون إلا بالله جل وعلا. يا سادة رجالا ونساء، يقول أهل العلم إن سر الكتب السماوية قد جمع في القرآن، وسر القرآن جمع في السبع المثاني في فاتحة الكتاب، وسر فاتحة الكتاب في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. في الحديث القدسي يقول الله جل ثناؤه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ومن أسماء الفاتحة الصلاة. فإذا قرأ العبد الحمد لله قال: الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. إلى أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين. الاستعانة لا تكون إلا بالله في دقيق الأمر وجليله وصغيره وكبيره وقديمه وجديده. إياك نعبد وإياك نستعين. وكما قلت لكم إن الاستعانة معناها إعلان حالة العجز، والعبد كما أنه ينبغي له أن يعلن لله تعالى
كمال القوة، فينبغي له أن يعلن عن حالته نفسه هو أنه تام العجز، إلا ما كان من عون الله تعالى له. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، واستعن بالله. ومن أعظم ما يستعان الله عز وجل عليه أن يستعين العبد على طاعة الله بالله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا فيه دفع لغرور العابدين، حتى لا يظن العابد أنه عبد الله تعالى من تلقاء نفسه. لا والله، لو لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. التوفيق والسداد والعون من الله سبحانه وتعالى. لذلك مطالبون دوما أن ننظر إلى يد الله بأنها اليد العليا. إذا صليت فاعلم أن الذي هداك للصلاة ووفقك إليها الله سبحانه وتعالى، الذي تخلفت معونته عن فلان وفلان فلم يقم معك ليصلي ولم يكن مع الساجدين، ولكن هذا العون أدركك فكنت مع الساجدين وكنت مع المصلين. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم الأدعية على وجه الإطلاق الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله إذن مستعان في الطاعات، والله مستعان في الملمات، لا تستدفع إلا به، لا تستدفع إلا به، ولا يلجأ في الملمات إلا عليه. قال يعقوب عليه السلام لما أصابته الداهية الدهياء بفقد ولده: قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وحتى أمنا عائشة رضي الله عنها لما وقع لها ما وقع من كلام أهل الإفك، وقد كانت مصيبة عظيمة على أمنا، تروي فصول هذه الحادثة فتقول: إنه لم يرقأ لها دمع ولم تكتحل لها عين بنوم شهرا كاملا وهي تبكي. ثم لما قام والداها ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد، وهي صغيرة في ذاك الوقت، وهي تنتظر من والديها لو كلمة نصرة، ولكن ما عسى والداها أن يتحدثا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم تجد نصرة قامت فتكلمت وقالت: لا أجد لكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفي الذكر الحكيم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا بد لك أن تستعين، لأن الإنسان في حقيقة أمره عاجز ضعيف. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ثم بعد هذه الوصايا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه المفردة درس فيما يتعلق بالقدر وتصريفه، وأنه لا ينفع أحد كما لا يضر أحد. النفع من الله سبحانه وتعالى والضر من لدنه سبحانه وتعالى. لا يقع في ملك الله جل وعلا شيء إلا بإذن الله وبإرادته سبحانه وتعالى. لا يقع شيء في ملك الله تعالى إلا بإرادته جل وعلا وبإذنه سبحانه وتعالى. أنا هنا أعيد الإرسال على مساحات تويتر لأن البث انقطع. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت
الأمة بعجرها وبجرها وإنسها وجنها لو اجتمعت على أن ينفعوك أيها الإنسان بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأنهم لا يملكون من الأمر شيء، بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى، النفع منه والضر منه سبحانه وتعالى. قال الله جل ثناؤه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال الله تعالى للقائلين في أحد، يعني لو كنا في بيوتنا، قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وفلسفة القدر يا أحبة من عرفها اطمأن وارتاح. علي بن أبي طالب يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر، اليوم الذي لم يقدره الله عز وجل، إذا لا يقع بي الموت، هل أفر منه أم أفر من اليوم الذي قدر الله عز وجل علي فيه أن أموت؟ فهذا لا عاصم فيه من أمر الله. فبالتالي يبقى أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإذا علم أن مصدر النفع والضر إنما هو من الله سبحانه وتعالى توجه العبد بالرغبة إليه وبالرهبة منه سبحانه وتعالى. ومن يعلم أن النفع منه جل جلاله فإنه سيتقرب إليه بالقرابين التي تؤدي إلى أن يصل إليه النفع، فسيتعرف عليه بالرخاء وسيحفظه سرا وجهرا وسيقوم بأمره ويقف عند حدوده. ومن علم أن الضر يقع بأمر الله وقدر الله وأنه المتصرف في كون الله فلن يقع في أمر يوقع عليه غضب الله سبحانه وتعالى. وفي روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. إذن الحديث لم يخلو من قيمة عظيمة وهي قيمة الصبر. الصبر معنى عظيم تجتمع فيه أمور الشريعة كلها. فالصبر أنواع: صبر على الطاعات، والطاعات تحتاج إلى صبر. قيامك لصلاة الفجر في الليلة الشاتية يحتاج إلى صبر. جهادك مع رايات الجهاد يحتاج إلى صبر. وهنا أتذكر حال الصحابة في تبوك وحالهم في غزوة ذات الرقاع التي يقول عنها أبو سعيد أو أبو موسى الأشعري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقبت خفافهم ثم سقطت أصابعهم ثم جعلوا خرقا على أقدامهم رضوان الله عليهم، فديت تلك الأقدام. إذن طاعات المولى سبحانه وتعالى وأوامره ليست ترفا، وإنما بعضها يؤتى كرها. قال الله تعالى في بدر عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أرادوا العير ولم يريدوا النفير، قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الصيام اسمه صبر. لماذا؟ لأن الإنسان يحبس نفسه عن داعية الطعام والشراب والشهوة. يحبس الإنسان نفسه عن داعية الطعام والشراب والشهوة، فهو صبر على طاعة الله. وثمة صبر عن محارم الله، أن يحبس الإنسان نفسه ونزعاته ورغباته ودوافعه الأرضية التي تريده أن ينطلق نحو ما حرم الله، فيذكرها بأمر الله وعهده ويلجم هذه النفس. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولا بد للإنسان أن تقع له هذه الأقدار 8 تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم أمن وعافية. من ذا الذي لم يصب في قريب ولا في حبيب ولم يقدر الله عز وجل عليه مرض أو خسارة في تجارة
أو فرقة لبلد يحبه أو سجن أو ظلم، هذه أقدار الله المؤلمة، لا ينبغي للإنسان عندها أن يجزع ولا أن يلطم الخدود أو يشق الجيوب أو يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما ينبغي له أن يحبس نفسه وأن يصبر ويتصبر إلى غير ذلك. ولذلك كان جزاء الصبر جزاء كبيرا. الإنسان مأمور بالصبر. ومن أوائل الوحي المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله تعالى لنبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وجزاء الصبر جزاء عظيم لم يحده الله تعالى برقم ولا بهبة، حتى يبقى هذا الجزاء متسعا عريضا ممتدا. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الحق جل ثناؤه: وبشر الصابرين. بأي شيء نبشرهم يا الله؟ لم يذكر الله تعالى المبشر به، حتى يبقى شيئا عظيما مما تستعظمه الأفكار والأوهام، حتى يذهب الذهن في أودية العظم كل مذهب. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. من لم ترى ممن يصب بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحد. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النصر مع الصبر. قال: واعلم أن الفرج مع الكرب، اشتد أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. وفي هذا يقول الوحي: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عبده ومن قرب غيره. والذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وصاحبيه، لما نزل بهم الكرب من هجران النبي عليه الصلاة والسلام وهجران المسلمين لهم، وهجرهم حتى أزواجهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل ضاقت عليهم أنفسهم. فلما احلولكت هذه الكرب واشتدت حلقات هذه الظلم، أذن الله تبارك وتعالى لهم بالتوبة. وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، إلى أن قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وذكرت لكم أم المؤمنين عائشة، فقد بلغ بها من الكرب ما أغض مضجعها وأقام ليلها، فلم تكتحل عينها بنوم ولم ترقأ لها دمع. بعد ذلك أنزل الله تعالى آيات عظام في تبرئتها. قال في ختام هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، مصداق قول الحق جل ثناؤه: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هذه الوصايا العظام نثرها النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله تعالى عنه، ونقلها لنا ابن عباس لتكون من منثور الحكم التي ينبغي أن يحفظها الأبناء وأن تردد في المجالس، لأنها اشتملت على قواعد التوحيد وعلى قواعد العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الذي جلت قدرته وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره هو الولي الحميد وهو على كل شيء شهيد، أن يجعل اجتماعنا في مجلسنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة من النار. اللهم اجعلنا ممن يحفظك فتحفظهم، وممن يستعينك فتعينهم، وممن يستهدي بك أو يستهديك فتهديهم. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك
على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين. اللهم آمين. شكر الله لك يا شيخنا على هذه المحاضرة الرائعة وعلى هذا شرح هذا الحديث العظيم الذي يستحق فعلا أن يكون شعار لحياتنا.